السلام عليكم يا طيبين، شلونكم؟ أخباركم؟ يا رب تكونون بخير وبأفضل حال. اليوم رجعت لكم بفيديو روتين خارج البيت، وحبيت أخذ لكم وأصور لكم أجواء طلعتنا، وإن شاء الله راح تعجبكم وتقضون وقتكم وتعبوا مشاهدته. وأكيد هنا مثل ما راح تشوفون راح نروح للمشتل ناخذ لنا كم نبتة، وبعدها نتعشى ونرجع للبيت. وخليكم وأجواءنا بالمشتل، وراح أسولف لكم على العباية اللي شفتوها ببداية الفيديو. طبعا تعرفون العباية الزينبية كم مترة؟ يعني 8 أمتار. يعني خلال ما تروحون انتوا تفترون الأماكن اللي رايحينها ترجعون سبحان الله الراس مفطور نصين. يعني حاولت أغير بالعباية الزينبية وأغير الموديلات، يعني تعرفون كل شهر أو شهرين أخذ لي عباية. يعني كل الأنواع العبي جربتهم، حتى الجبة جربتها ولبستها وهم ارتاحت فيها. فأكيد رجعت أخذت العباية اللي مخيطة هاي الجاهزة، بس هذه مو جاهزة وإنما خياط خياطة ويبيعوها عند المحلات أهل العبي. طبعا مثل ما شفتوا ببداية الفيديو كانت العباية كلش حلوة، بس الكاميرا والإضاءة ظالمتها. ما راح أقول المحل أو العنوان اللي اشتريت من عنده حتى لا تقولون بأنه إعلان أو ترويج، بس حبيت تستفادون من العباية اللي اشتريتها، لأن هواي طلبتوا وقلتوا أنا شنو النوعية اللي اشتريتيها، وحبيت تستفادون من عندها ولو شي بسيط. وإن شاء الله كفيت ووفيت وما قصرت بالشرح عنها. وإذا عجبكم الفيديو سوونا اللايك، وإذا ما مشتركين بالقناة سوون الاشتراك وتفعيل الجرس. وهنا يا حبايب اشتريت كم نبتة وراح اخليهم بالبيت، واذا حابين تغيرون باجواء البيت اخذوا لكم ولو نبتة صغيرة راح تنطيكم طاقة كلش حلوة وايجابية وتغير لكم اجواء البيت. وان شاء الله راح اصور لكم النبات اللي اشتريته وانزله في فيديو ثاني. واسم المشتل اللي اشتريت من عنده اسمه مشتل الأمير، إذا حابين تشترون من عنده. بس ما نزلنا لأي مشتل قبل، نزلنا يم هذا المشتل واشترينا، وكانت تقريبا أسعاره كلش مبالغ بيها، تختلف عن المشاتل البقية. ونصيحة إذا حبيتوا تشترون نباتات افتروا المشاتل وبعدها قرروا تشترون من مشتل اللي يعجبكم ويكون مناسب، حتى ما تنصدمون بالأسعار مثل ما انصدمنا. كانت الأجواء كلش حلوة والهواء طبيعي ونقي، ومن مثلي يحب الأجواء الطبيعة والورود يكتب لي بالتعليقات. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم. وهنا خلص فيديونا، أترككم في أمان الله وحفظه، مع ألف ألف سلامة.